احذر من عدوك مرة ومن صديقك 1000 مرة. طب احذر من جاري كم مرة؟ ده اللي محتاج اعرفه من حضراتكم بعد ما هنعرض القصة بالكامل واللي حصل والمشاهد اللي هتشوفوها لأول مرة لناصر الدالي اللي مات على ايد جاره، وكل ذنبه في الحياة سبب تافه، سبب ما يتصدقش ولا حد كان يتوقع ان ده يحصل له، ونهايته بالشكل ده ويدفن لمدة 17 يوم كاملين اهله قلبين وش الارض، لكن هو كان في باطن الارض. قصة هتبقى مختلفة وهنكون نقول يا رب استرها علينا. في البداية برحب بحضراتكم، انا يونس محمد، صحفي متخصص في القصص اللي حضراتكم بتشوفوها معانا، ودي حلقة جديدة من اللغز. ناصر الدالي موظف حكومي، أب لأربع أبناء، مقيم في منطقة القناطر الخيرية أو أحد القرى التابعة لمدينة القناطر الخيرية. الموضوع كله كانت حياته روتينية وعادية وما فيهاش أي جديد، من بيته لشغله، من شغله للمسجد لبيته مرة تانية، ما بيعملش أي حاجة مريبة ولا مختلفة وفي حاله، ولا عمره اتخانق مع حد ولا حد شافه بيعمل مشكلة، لحد ما في يوم لقى جاره اللي اسمه سعيد النجار عارض بيته للبيع. فرح له ناصر وقال له انا شاري، وتموا الشراء وكتبوا العقد وحطوا شرط جزائي 50,000 جنيه. وبعد ما تمت العملية والحاج ناصر خد البيت الجديد، لقى سعيد رجع له وهو مش سعيد وبيقول له انا عايز ارجع في البيع، انا جايب لك 50,000 جنيه ونرجع في البيع. فهنا الحاج ناصر الله يرحمه قال له لا، خد انت مني 50,000 وانا خلاص خدت البيت، والموضوع خلص على كده. لكن الكلام ما خلص ما بينهم، عشان كان في قلب سعيد نار وقايمة ودايرة ما تفهموش ولا حد يصدق ولا يتصور ممكن النار دي توصل لفين، مع ان ما حصلتش خناقة ما بينهم عشان تعدي الايام. وفي احد المرات كان الحاج ناصر بيدخل عياله البيت، لقى واحد عرباوي جاي له قال له كلمة في ودنه، وده بناء على كاميرات المراقبة لما الشرطة فرغتها. الكلمة دي كانت نتيجتها خد الموتوسيكل بتاعه ومشي لحد ما دخل بيت سعيد النجار، ولما دخل جوه اتقابل مع احد العربوية اللي كان موجود وهو اسمه عيد سلمان، واللي حضراتكم شايفينه دلوقتي. الراجل ده كان حاطط بندقية، واول ما دخل ناصر مسك تليفونه واتصل على شخص عشان يعرفه اللي موجود في المكان ده، لكن لقى تليفونه مقفول. واول ما ساب التليفون من ايده البندقية بتاعت عيد سلمان كانت في قلب ناصر، اداله 17 طلقة. من هنا الراجل كان مات، لكن كان معاه شاب ابنه تقريبا اللي اسمه ابراهيم وعيد، هما الاتنين شالوا الحاج ناصر وطلعوا بيه على ارض زراعية، وكانوا محضرين القبر اللي هيدفنوه فيه، وفعلا حطوه في القبر ودفنوه، وبقت الارض 100. والدراجة البخارية بتاعته اللي كان جاي بيها فضلوا ماشيين بيها لقرية بعد قرية بعد قرية حد ما وصلوا لمركز طوخ، وده موجود برضو في محافظة القليوبية، وسابوا الموتوسيكل هناك جنب ترعة مائية. وبعد كده الموضوع كله مشي اختفاء، اهل ناصر الدالي بيدوروا عليه في كل مكان، ملوش اي اثر، ملوش اي حد يقول هو كان فين ولا اي حاجة. موضوع غامض في لغز كبير. بعد مرور 3 ايام كانوا اهله لازم يبلغوا الشرطة، وفعلا ده اللي حصل، راحوا على مركز اسم الشرطة وبلغوا باختفائه. وهناك الأستاذ جميل والد الحاج ناصر قال أنا ابني مختفي بقاله 3 أيام. رئيس المباحث ابتدى يسأله ابنك ليه خلافات مع حد؟ افتكر ان ليه خلاف بسبب شرائه بيت جديد من اسمه سعيد النجار، والراجل ده كان عايز يرجع في البيعة، وعشان كده كان في خلاف ما بينهم. المعلومة دي كانت مهمة جدا لرجال الشرطة، وبناء عليها ابتدوا يكشفوا اللغز بعد تحريات دقيقة، ورجال المباحث عرفوا يجيبوا شهود عيان يقولوا ان اخر مرة شافوا فيها ناصر الدالي كان في بيت سعيد النجار، وسعيد النجار على علاقة بعيد سلمان العرباوي المشهور او المعروف عنه انه راجل سوابق ومش مظبوط. التحريات دي كلها خلت رجال الشرطة يقبضوا على سعيد النجار،
وطبعا بضغط وأسئلة كتير قدروا يوصلوا لمكان دفن ناصر الدالي. والفيديو ده محتاجين نشوفه ونرجع نكمل. ورينا اصور انا اصور فيه. هات الشافت انا هنور بيه. انت بتتكلم عن الحكومه هنا؟ بس كده يا عم الحكومه ثابته؟ انا واقف كده بتفرج على ده مصارين وخلي بالك. دي مش مصارين، ده الدود باين. شوف الدم قد ايه. ده كله دم كده. ده كله دم. ده كله دم هنا. بقول لك سعيد حمد النجار. اللي حضراتكم شفتوه ده القبر اللي تم اعداده لناصر الدالي، وكان مدفون جواه. واول ما شالوه الاهالي صورت، واحنا قدرنا نحصل على الفيديو ده من اهليه ناصر الله يرحمه. وده كان ملخص القصه للراجل اللي مات على ايد جاره بسبب شرائه بيت والتاني عايز يرجع في البيعه. سبحان الله، قصه غريبه وسبب موت تافه. عشان كده قلنا في البدايه احذر عدوك مرة وصديقك 1000 مرة وجارك مليون مرة. برغم ان رسولنا الكريم وصانا على الجار، لكن تقريبا ما بقناش نعمل بالدين ولا بقى في دماغنا. كل اللي في دماغنا الفلوس والدنيا. في النهاية محتاجين نأكد لحضراتكم ان الجريمة لا تفيد، ان السكة الشمال نهايتها قطران زي ما بيتقال، ان الواحد مهما حاول يكسب من الحرام ويداري ويقول انا هعمل خطة ما تخرش المية، بتخر المية وبتخر فوق دماغك وبتلاقي نفسك خسرت دنيا واخرة. اتمنى اللي بنقدمه يبقى مفيد، اتمنى اللي بنقدمه يبقى عبرة ويخلي الواحد يراجع نفسه 1000 مرة قبل ما يرتكب الجريمة، عشان هو ده الهدف والمغزى من قصة النهاردة. اشوفكم على الف خير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. انا حسام فراج، يبقى خالي الحاج جميل الدالي، والد ناصر جميل مصطفى فرج الدالي، اخويا وصاحبي وعشرة عمري، مولودين في سنة واحدة، مكافح طول عمره، خد الدبلوم وتوظف في المصنع الحربي، وشقي وعلى عياله وشقي على بيته وصفر اخوه بعرقه وتعب معانا كلنا. ربنا كرمه وجارنا عاوز يبيع بيته، فقال له انا ببيع بيتي. قال له عايز تبيعه بكام؟ قال له ب1,400,000. اخويا راح مديله ال1,400,000. ناس وسوسوا في دماغه قالوا له ده البيت يسوى اكتر من كده. بعد 6 شهور من البيع جه لاخويا وقال له انا عايز ارجع في البيعه، في شرط جزائي 50,000. اخويا قال له يا عم لو طمعان في ال50,000 خد ادي 50,000 اهو. خد ال50,000 ومشي. بعد كام يوم بعت حد عرباوي لحد البيت، وشوش اخويا في ودنه. راح اخويا سايب باب البيت مفتوح وركب مكانته وراح. لقى مستنيه سعيد حمدي النجار وعيد سلمان وابراهيم عيد سلمان وفهد مستنيينه عند الغيط. قتلوه، ادوله اكتر من 7 رصاصات وخدوه في ارض زراعيه جنينه موالح. فحتوا سعيد، فحت سعيد حمدي النجار، فحت ودفن اخويا. قعدنا 17 يوم ندور على اخويا في كل البلاد والترع، والاخر اخويا مدفون جوه الجنينه. المباحث سعيد اعترف للمباحث وجه صور الجريمه وفحتوا وخدوا اخويا. رحنا بيه بنها التشريح، واحنا في بنها ابن عيد سلمان واقف بيضرب نار في بيته، بيتحدانا وبيتحدى الحكومه وبيتحدى الناس كلها. ورحت دفنت اخويا تاني يوم الصبح فاضي. اخويا كان فاضي، جسمه فاضي، اكنك شايل طفل صغير من كتر ما صفوه. اخويا اتعذب في قتله واتعذب في دفنه واتعذب في كل حاجه. فعاوز حق اخويا،
احنا في دولة قانون، احنا في دولة عدل. اخويا كان موظف في وزارة العدل تبع المصنع الحربي، فعاوزين العدل وعايزين القانون وعايزين نرجع حق اخونا.